السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ساعات قليلة من مباراة المغرب مع فرنسا، ليونيل ميسي يعبر عن سعادته بالتأهل للنهائي ويفاجئ أشرف حكيمي ولاعبي المغرب. بعد فوز منتخب الأرجنتين على كرواتيا 3-0 والتأهل للنهائي، عبر ليونيل ميسي عن سعادته العارمة ببلوغ منتخب بلاده نهائي كأس العالم بعد تخطي كرواتيا بثلاثية نظيفة، مؤكدا ثقته بفريقه الذي زعم خسارته في المباراة الأولى ولكنه تمكن من الوصول للنهائي. وصرح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بعد المباراة وقال: عشنا أوقات عصيبة في هذه المباراة. اليوم أمام المنتخب الكرواتي فهو منتخب قوي جدا، ولكن الأهم دلوقتي إن الأرجنتين في النهائي وينتظر الفائز من فرنسا أو المغرب. وسألوا الصحفي: من تحب أن يكون في النهائي، المغرب أم فرنسا؟ وفاجأ ليونيل ميسي أشرف حكيمي والمنتخب المغربي ورد: بالطبع أشجع المغرب في هذه المباراة، لأنني دائما أكره المنتخب الفرنسي، فهو أقصانا من كأس العالم العام الماضي، ولا أعرف ما إذا كانت هذه هي أفضل بطولة لي أم لا. لقد استمتعت كثيرا. كنا واثقين من أن هذه المجموعة ستنجح. نطلب من الناس أن يؤمنوا بنا. سعادة كبيرة بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم، وهو أمر عاطفي للغاية برؤية هذه الجماهير والعائلة سعداء. في الواقع تمر في ذهني العديد من الخواطر. نشعر بالفخر، ولكن من سيفوز اليوم في المباراة، المنتخب المغربي أم فرنسا؟ وسيواجه منتخب الأرجنتين في النهائي الذي سيحتضنه استاد لوسيل أيضا في 18 ديسمبر. الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا إنه أمر جنوني. سنلعب نهائيا آخر وعلينا أن نستمتع بذلك.